السلام عليكم. قانون العمل العماني متى سيرى النور؟ طال الانتظار لهذا القانون الذي نتمنى أنه موجود الآن ليتواكب مع التطور الذي يشهده الوطن. بكل تأكيد الجميع متفق أن يكون هذا القانون حامي لحقوق الطرفين، الموظف وأصحاب الأعمال. حجم المعاناة للموظفين والموظفات كبير جدا ولا يطاق من حيث العوامل النفسية والاجتماعية وعدم الاستقرار الوظيفي. هناك تضييق للخناق على الموظف والمواطن من قبل الإدارات العليا للوافدين، والمقصود به أما التسريح أو الاستقالة. لولا وجود الدعم لبعض أعضاء مجالس الإدارات لما وجدنا بأن هناك هؤلاء الوافدين يتسلطوا على أبناء الوطن في المهام. ولن أستغرب إن وصلت الجرأة لدى المسؤول الوافد بأن يغير اللوائح الداخلية للمؤسسات ويحذف ما هو مقرر الموظف المواطن ويزيد من مخصصات ومميزات الموظف الوافد. في هذا القانون نقترح بأن يكون مثل ما ذكرنا سابقا، القانون يحمي الطرفين الموظف وأصحاب الأعمال، وأيضا أن تكون الإدارة التنفيذية العمانية 100%. هنا نقول لابد من تدخل الوزارة لتحديد المكافآت السنوية على أن تلتزم بها جميع الشركات وفق آلية تنصف الجميع. الإفصاح عن توزيع المكافآت السنوية بشفافية وعدالة بحيث لا تكون سرية لأحد على حساب أحد، بعيدا عن العلاقات الشخصية، بل بمبدأ الكفاءة أو حجم العمل. يلزم الوافد بواجبه اتجاه المؤسسة على ضرورة الشفافية لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها، ضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية بالكفاءات منها، أن يتم التوظيف للكوادر الوطنية في وظائف تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم، رفع الحد الأدنى للأجور، وأيضا مساواة الرواتب بين الكوادر الوطنية والوافدين فيما لو كانت المؤهلات والخبرة متساوية، إلزام الشركات بالتقييم النصف السنوي والسنوي للموظفين من أجل تأهيلهم وترقيتهم. على الشركات أن تقدم خطط تدريب لموظفيها تحت إشراف الوزارة الموقرة وأن تطبقها فعليا وليست على الورق. تفعيل دور الرعاية العمالية في الوزارة للمراقبة المستمرة للمؤسسات. لن نستطيع غلق ملف الباحثين عن عمل في وجود ما يسمى بخطة التأمين. لابد لوزارة العمل من خطوة جريئة وشجاعة، ألا وهي خطوة الإحلال وفق خطة تحدد لها مدة محددة ملزمة لكل الشركات. الآن الأوان لكلمة حق وطنية في تعديل وإضافة بعض القوانين العمل التي لا تضر المؤسسات ولا تضر أصحاب الأموال.